الاهلي عن طريق عبد الله السعيد، طالع وبينادي عليه مروان، خطيره خطيره، ممكن جول جول جول. مروان محسن اتقل تاخد حاجه نظيفه. مروان يقول لك مستني لقاءات الكبار بهدف التقدم بعد اقل من 3 دقائق، بحضور اول لمروان بقميص النادي الاهلي، اول اهدافه في لقاء كبير النهارده. قلت ممكن حد يفاجئنا مع البدايه، مروان محسن هو اللي بيسجل. يعني اللقاءين اللي فاتوا كانت متصعبه شويه قدام مروان وغاب عنه التوفيق، وخلاص بيقول لهم حسام حسن. انما تمريره عبد الله السعيد، خدمه التوصيل للمرمى في اسرع وقت اللي بيعملها عبد الله السعيد. بص عبد الله وتمريرته، وبص على طول مروان بشماله، مش جامده انما كان خد الزاويه الثانيه احمد بوسكا، عشان كده صعبت عليه بهدف اول. النهارده يتقدم النادي الاهلي اللي بتتعاد للمره الثالثه في غياب رقابه من الثنائي. حاضر بجون في لقاء 2-0، اخر انتصارات الاهلي في الدور الثاني. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. سعد سمير، سعد سمير كبير يا سعد يا سمير، خلاص سعد سمير فتحت معاه، متقمص دور راموس بتاع ريال مدريد وبيطلع فوق الجميع ويسجل. سعد الدين سمير راموس الاهلاوي، هدف تاني، ثنائيه اهلاويه. سعد الدين سمير فوق كل المدافعين مع اول 3 دقائق، كأن الدقيقه الثالثه هي النهارده كلمه السر للاهلاويه. 2-0، جون في الدقيقة الثالثة في الشوط الأول وجون في الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني. سعد الدين سمير من الضربة الركنية، وحسام البدري اللي قلت لحضراتكم تفوق في مواجهاته أمام حسام حسن كمدير فني. قايم إبراهيم حسن اهوت مع حسام وبيكلموا اللعيبة بعد الجون اللي سجله سعد سمير بتاني أهدافه يحضر الموسم دوت في لقاء سموحة، هدف في الدقيقة الرابعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، والنهارده بيرجع بهدف في شباك النادي المصري. يبقى 2-0.